عالدغري انا زعلان، عالدغري انا قرفان. طبعا كلنا يا جماعه اتفرجنا على ماتش الاهلي والاسماعيلي. نبدا بالتشكيل كده بتاع مستر كولر. طبعا انا شايف التشكيل كان كويس بالنسبه النهارده الماتش، بس كان في اتنين لعيبه انا كنت يعني متوقع اللي ممكن ما يلعبوش، زي رامي ربيعه او محمد هاني، يريحهم شويه. وينزل محمود متولي ممكن جنب محمد عبد المنعم، وينزل عمر كمان واحد يعني. بس انا اتفاجئت اللي اللعيبه دي بتلعب النهارده، وقلت مفيش مشاكل. انا شايف مستوى الاهلي يعني مستوى سيء جدا في الدوري لحد دلوقتي الاهلي ما يقنعنيش في الدوري باي ماتش لعبه الماتش اللي فاتت. انا شايف الاهلي افريقيا غير الاهلي محليا. يعني شايف الاسماعيلي بامكانياته انا شايف الاسماعيلي كلاعيبه صغيره لسه طالعه، وامكانياته برده مفيش لعيبه تقيله زي النادي الاهلي. انا شايف اللي هو عمل ماتش كويس جدا مع الاهلي النهارده، قفل. طبعا انا شايف كابتن ايهاب جلال قفل على النادي الاهلي، كان دارس كويس ومذاكر النادي الاهلي كويس، قفل مفاتيح اللعب بتاعت النادي الاهلي النهارده. قفل مساحات على النادي الاهلي، ما يعرفش الاهلي برضو الاهلي مستحوذ وكل حاجه، بس مش عارف يعمل هجمه. فانا شايف الماتش بالنسبه للنادي الاهلي النهارده كان سيء جدا. اهلي لولا شوبير، انا شايف شوبير يعني حارس مصر الاول بصراحه. يعني انا شايف شوبير من احسن حراس مصر دلوقتي حاليا في مصر. لولا شوبير النهارده كان الاهلي طلع تعادل. طبعا والناس كلها بتتكلم دلوقتي على اليوتيوب طبعا اللي الاهلي فاز والاهلي مش عارف ايه والاهلي لعب ازاي لا، انا شايف الاهلي كان وحش جدا النهارده عكس الناس دي كلها. طبعا الاهلي لو كانت عادل النهارده كان طبعا هتسمع كلام غير الكلام دلوقتي خالص. انا مش عارف مستوى الاهلي ليه وحش قوي في الدوري. ليه؟ انا مش عارف. الاهلي افريقيا بيبقى كويس، كولر بيبقى في الدوري مركز اكتر من الكوره، بيبقى مركز اكتر في افريقيا اكتر من الدوري. يعني انا شايف كولر برضو النهارده ما كانش مذاكر اول اسماعيلي، مع ان الاسماعيلي النهارده كان فيه ثغرات كتير جدا، ممكن الاهلي كان يحط اتنين وتلاته واربعه. انا شايف لعيبه الاهلي مش عارف ما عندهمش الحميه اللي هم عايزين يجيبوا اتنين وتلاته واربعه، لا حطوا جونين وارتاحوا مش عارف ايه ومش عايزين يلعبوا. ما فيش بقى الحميه اللي هو ضغط عايز اخد الكوره انا مش عارف ايه في الاهلي. نيجي بقى للتغييرات. كولر طبعا النهارده كان هيدي للاسماعيلي نقطه يعني في اخر الماتش. انا مش عارف موديتس ليه كولر مصمم ينزله. النهارده الاهلي كان بيلعب ناقص واحد، يعني الاسماعيلي اتطرد منه واحد في اخر الماتش، الاهلي برده كان بيلعب 10 لعيبه برده. يعني انا شايف وسام ابو علي لعيب تقيل قوي، كان بيضغط على دفاع نادي الاسماعيلي النهارده طولي وعرضي، كان مش مريح نادي الاسماعيلي، هو في سبب الجون. فانا يعني انت طلعت وسام، المفروض تنزل مين؟ تنزل كهربا برضو لعيب، برضو كهربا برضو لعيب برضو غلس بيتحرك كتير. برضو المدافعين هيخافوا الاسماعيلي برضو يتقدموا. اما نزل موديس بقى لا، طبعا اللعيبه خلاص ارتاحت، بدأ يتحركوا، بدأ يضغطوا على النادي الاهلي، كان هيحطوا جول في اخر الماتش. فانا شايف كولر انا مش عارف ايه موديس معاه، انا مش عارف. وايه حكايه كهربا يا جماعه؟ هو فين كهربا؟ انا شايف كهربا مظلوم بامانه. يعني انا كهربا كل ماتش بينزل 5 دقايق وساعات ما بينزلش. طب ليه؟ يعني ماشي انت هتطلع وسام، خلاص نزل كهربا. ليه يعني؟ في ايه في ايه بينك وبين كهربا؟ مش عارف في ايه. فانا شايف الاهلي يعني النهارده كسب بمهارات لعبته بامانه، يعني مش كسب تكتيكيا ولا حاجه، كسب بمهارات لعبته. النهارده بيرسي تاو كان فايق. انا شايفه مش عارف بيرسي تاو بيحب يفوق ماتشات الاسماعيلي، مش عارف ليه، يا ريت كل ماتش بيرسي تاو اسماعيلي. كان فايق جدا النهارده بيرسي تاو، حط جون حلو شوطه. برضو امام النهارده حط جون. برضو امام انا برضو عايز اتكلم في نقطه امام. انا شايف امام اما كان في الزمالك يعني مستواه كان عالي جدا عن دلوقتي في النادي الاهلي. يعني انا اتخيل امام كان بيلعب رقم 6 في نادي الزمالك، كان بيهاجم ويدافع، يعني كان شعلة نشاط في نص الملعب.
امام لما جه الاهلي كويس ويعتبر من احسن لعيب. طبعا الاهلي بيتاثر بامام لما بيطلع مبقاش موجود، بيتاثر طبعا كتير جدا خط نص النادي الاهلي. بس برضو مش ده امام اللي في الزمالك. يعني امام عنده اكتر من كده بكتير دي للنادي الاهلي. برضو امام النهارده حط جون برضو كويس جدا. برضو فانا شايف الاهلي كسب النهارده بمهارات لعيبته فقط. نادي الاسماعيلي مش نادي اللي هو مش الفرقه القويه اللي تنافس مع النادي الاهلي. النهارده الاسماعيلي عمل ماتش قوي جدا مع النادي الاهلي النهارده. انا شايف عمل ماتش كويس جدا مع النادي الاهلي. يعني شايف الاسماعيلي كان احسن من النادي الاهلي النهارده. فالاهلي كده ماشي بطريقه في الدوري مش حلوه. الاهلي كان هيتعادل في اخر دقيقه النهارده وكانت الدنيا هتتقلب، بس لولا شوبير. يعني الصراحه انا شايف شوبير من احسن اللعيبه في الاهلي حاليا، ويستحق ياخد احسن لاعب في المباراه. ففوق يا مستر كوره كده عشان مش هينفع الحوار ده. الدوري كده هيروح منك. النهارده بيراميدز كسب، بيراميدز ماشي بخطوه ثابته. ففوق كده وفوق لعيبتك. الدوري زي بطوله افريقيا في النادي الاهلي، دي بطوله ودي بطوله. فان شاء الله بالتوفيق للنادي الاهلي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.